مع التطور الكبير اللي بيحصل في الاي اي تولز، خد بالك يا صديقي، لو انت لسه جونيور او انت فريش جراديويت او انت في الكلية وبتستخدم اي اي تول شات جي بي تي او غيره، خد بالك وانت بتسأله السؤال ركز جدا في الاجابة. هو كده كده هيديك اجابة لو انت سألته اي سؤال، ولكن لو هتسأله في البرمجة الاجابة اللي هيديها لك لازم تكون فاهم الكود اللي فيها. انت لسه جونيور بتتعلم، يعني ما ينفعش تاخد الكود من مكان تحطه في البروجكت بتاعك من غير ما تكون فاهم الكود ده بيعمل ايه. استخدام الاي اي تولز مهم جدا، ومهم جدا تكون فاهم ازاي تستخدمها، ولكن الاهم لما اخد اجابة معينة ابقى فاهمها بتعمل ايه في الكود بتاعي. خد بالك لو انت جونيور او لسه فريش جراديويت وبتاخد الكود كوبي بيست من غير ما تفهم الكود ده، اوعدك مش هتكمل في مجال البرمجة كتير، لان مع الوقت اي شخص ممكن يكتب للاي اي موديل انستراكشنز معينة يمشي عليها ويطلع كود. الفرق ما بينك وما بين الشخص ده ان انت هتكون فاهم الكود ده بيعمل ايه، فضروري جدا تفهم الكود البرمجي بيعمل ايه حتى لو جايبه من شات جي بي تي.